السلام عليكم. هذا اول فيديو عندي في هذا لاشين، ويا ربي ما يكون الاخر، يا ربي ما نعكز مازال، يا ربي. سميتي يحيى مراد، كنعيش بحالي بحالكم البالون، ماشي صحفي ماشي محلل، مجرد انسان كيعشق البالون. غنجيو نجيبو في الهضره في هذا لاشين في اهم الاحداث الكرويه، وما غنزقلوش القصص الانسانيه اللي بها باش عمرها الجلده بطبيعه الحال. وطبعا كل فيديو ولا كل طلعه الراي الاول والاخر راه كيبقى ديالك صديقي الكويري. اليوم غنحاولوا نتناقشوا في لا ليست كونفوكي ديال كوتش وليد لجوج ماتشات اميكو اللي كاينين في 6 يونيو كونتر تونس و 9 يونيو كونتر البنين. اولا الا ضربنا واحد النظره شامله على المؤتمر الصحفي اللي داروا المدرب وليد ركراكي، فاول ملاحظات المستخلصه كتمثل في ان الصاد واصل المدرب بواحد الشكل كبير من خلال الجمل ديال ما غتلقاو احسن مني، اختياراتي حياتي انا اللي تايق فيها، حكا انا اللي قلت لطريق السكيتيوي يلعب العزوزي اكسيال ولعبات بحال هكا، ضربا بعرض الحائط مجهود الناخب الوطني الاولمبي وهو الصاف ديالو، وبروزت افضليه القرار ديالو باش يبين باللي راه تا هو عنده يد في هذاك الانجاز الاولمبي، وباللي راه كان سبب رئيسي في هذا الانجاز. محاوله يائسه في جعل النتائج الايجابيه للفئات السنيه للمنتخب لصالحه، او زعما راه عنده يد في داك الشيء، بما انه مدير المنتخبات الوطنيه بجميع الفئات ديالها، وحكا راه غادي تحت النظره التقنيه الثاقبه ديالو كلشي زعما راه تحت السيطره. غير ان الحقيقه غير ذلك تماما، هو يدرك على انه السنايبر ديال عمي فوزي راه كيتسناه في الدوره، خصوصا بعد ما راجوا شي اخبار او اشاعات على ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خدامه في تحضير مدير فني اجنبي للمنتخب مورا كاس افريقيا. صراحه الله الضغط راه من جميع الجوانب على خونا وليد، الشيء اللي كيخليه يفقد السيطره تماما على لسانه بعض المرات، وهذا الشيء راه موجود وجاري به العمل عند اعتاد المدربين اللي كنعرفوا. هذا الضغط كيقول لنا تولد خصوصا على ان الفئات السنيه ديال المنتخب الوطني خدامه على راسها. كتشوف مثلا الاو 23 تاع كاس افريقيا عاد الانجاز الاولمبي، والاو 20 وصيف بطل افريقيا وغيلعب كاس العالم الشبان في تشيلي، اي 17 وصيف بطل افريقيا حتى هو، وبين على لاعبين واعدين ممكن تعول عليهم مستقبلا. وهذا الشيء كامل جاب اوطو مغربيه صرفه، نتائج اللي خلات وليد ركراكي حرفيا صم الدفاع، والشارع المغربي بقى مفوكسي معاه غير هو. يعني بصريح العباره بقيتي غير انت السي محمد بين لينا. وفيما يلي اللائحه المستدعات من طرف وليد ركراكي في حراسه المرمى وبدون نقاش، واحسن ما عندك هذه الساعه كدوي على بونو الهلال، منير المحمدي نهضة بركان، والمهدي بن عبيد الوداد الرياضي. خط الدفاع طبيعه الحال اول اسم راه ديما كيكون هو الاسطوره الحيه اشرف حكيمي، عمر الهلالي في ثاني استدعاء ليه من بعد الاول اللي ما شمش لا بولوز مع المنتخب، عبقار اللي اصلا والله ما عرف كيفاش كيلعب مع الافيش، اما مع المنتخب راه بين بانه دكاكه متينه من الطراز الرافع. عبد الحق العسال تتويج لاجتهاد اللاعب بهذا الاستدعاء، خصوصا بعد المجهود الجبار اللي دار في الكاف، يعني في المسار الافريقي الفريق ديالو، اما حتى البطوله ما عمرها كانت معيار ولا مقياس لاستدعاء اللاعب الا كان لعاب يغرد خارج السرب بحال ياسر العمري او لا يحيى بن خالق اللي مشى للعين دابا، واللي عدم الاستدعاء ديالو شويه جبد شويه الجبات ماشي شي حاجه. اما الجدل الكبير فكنظن هو عدم استدعاء الشيبي اللي كان قطعه اساسيه في بيراميدز لهادشي اللي وصلوا ليه دابا. جواد الياميق طبعا الاستعانه بالحارس القديم كتبقى واحده من الادوات اللي كيستعنوا بها الناخبين في ظل شح الاختيارات الموجوده. ادم ماسينا لاعب اللي وقت ما عيطت عليه كتلقاه واش كيتقن اللعب في ديفونس ا3، هاد الشهر ونص بين على مستويات محترمه في ديفونس ا4، اختيار موفق بطبيعه الحال هو وزكريا الوحيدي. وكتبقى علامه استفهام الابرز هو استدعاء اسامه العزوزي في ظل عدم التنافسيه، وكي قلت قبيله مخليين بروفيل بحال يحيى بن خالق. ياك انت بغيتي تجرب شوف عجبك هو هذاك، ما عجبكش هو هذاك. عبقار هذه المره ال 65,000 اللي كتعيط ليه، وعبقار هو عبقار. كيبقى تساؤل في البوند العارض اسامه العزوزي كيفاش وعلاش. هاد دو زاميكو غيبينوا لينا الاختيارات في خط الوسط شخصيا كتبان لي منطقيه وايكيليبري حتى هي، واخا شخصيا عندي تحفظ صغير على تير غالي، ولكن كيبقى لعاب اللي كيتقاتل معاك واخا تعطيه دقيقه في الماتش. امير تشاسون تا هو هكاك، وواحد بحال نائل العناوي والله الا خاصنا في المنتخب بروفيل اللي غيهنيك على من ديك التقفقيفه ديال سفيان المراود فاش كتبغي نتايا كتعول عليه يبني لك اللعب. لعاب اللي مقاتل رقيقي في نفس الوقت، كره في رجليه يا سلام. اما خط الهجوم فالاختيارات تبارك الله موجودين متاحين تقنيا، تقاتل العاب هوائيه كره في الارض، يعني وليد ركراكي اللي بغى يلعبوا
غادي يلقى البروفيل المناسب ديالو في خط الهجوم. الجديد في هذا الشيء هو استدعاء مروان السنادي لاعب اتلتيك بيلباو، من حقه يجربوا. الاستدعاء اللي كيجيني عادي، لائحه اكيليبري منطقيه. وليد ركراكي يحاول يكون منطقي ما امكن، ولو ان بعض العاطفه كتغلبه. شويه العاطفه يجوز، ما عندنا ما نديرو، وبغيتي ولا كرهتي راه اي مدرب راه كيخدم شويه العاطفه. وكنتمنى هاد جوج وديات تعطيونا فكره على المنتخب كي غيكون، ولا على الاقل واحد 50% كي غيكون في كام 2025 اللي بغيناها تبقى في البلاد بطبيعه الحال. بالتوفيق للمنتخب. واهم من هادشي كامل الراي ديالك هو اللي كيهمني يا صديقي. ما تنساش السبسكرايب والراي ديالك في كومونتير. شكرا لك على وقتك يا صاحبي، وتهلا ليا في راسك. تهلا.